ازيكم يا شباب؟ في خبر كابتن رضا عبد العال قاله. خبر امبارح قاله كابتن رضا عبد العال. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك لعيبه نادي الزمالك ما بتاخدش فلوس. يعني الاداره ما بتديش لعيبه فلوس. طبعا الموضوع ده خطير جدا في نادي الزمالك، وانا بقول لجماهير نادي الزمالك اهو من هنا: احذروا يا جماعه، احذروا. احذروا لان اللعيبه بتاعت نادي الزمالك، بالذات المحترفين، سيبك بقى من المصريين، محترف زي اخوان بزيرة، عداية دباغ، الناس دي كلها لو ما خدتش فلوس شيكو بنزا هياخدوا بعضهم على اول طيارة ويمشوا. الناس دي ما بتهزرش في الموضوع ده. لو انت ما اديتلوش فلوس هياخد بعض ويمشوا، ويمشوا كلهم. فخلي بالكوا في يناير هتلاقيهم ايه؟ طايرين على بره. وترجع بقى الفرقة تقع وتقول يا ريت اللي جرى مكان. فخلي بالكوا لو الناس دي ما بتهزرش. الناس دي لو ما اديتهاش فلوس على طول هتاخد بعضها وتمشي. هيجيله عقد ولا اي حاجة، وانتوا دلوقتي يعني في عرض اي حد. يعني اخوان بزيرة اهو ماشي كويس. لو مشي من الفرقة كل سنة وانت طيب بقى. يعني كل سنة وانت طيب. وده الدباغ مشي كل سنة وانت طيب برضه. وهيمشوا كمان ايه في يناير. في يناير على طول هياخد اول طيارة ويطير. فخلي بالكوا. يعني انا والله قلتها لكم نصيحة لوجه الله. وانتوا احرار بقى. انتوا احرار. لان اللعيبة دي لو مشيت كل سنة وانت طيب. سلام.